زاهدا. يلا أنا ألجأ لك للقرآن. نعم. سند بالقرآن. نعم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فأما بنعمة ربك فأما بنعمة ربك فأما بنعمة ربك وأما بنعمة ربك فحدث. لما تجي تلاحظ للقصة دي، هل يا جماعة شيخ العليم بيقدم كريد دعوة للناس دي عشان يجوا؟ هل شيخ العليم بيعمل ترويج يعني لدعاية له للطريقة أو لمسيده عشان يجوا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيلي: لو أنفقت ما في الأرض جميع ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله لو أنفقت ما في الأرض جميع ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله لو أنفقت ما في الأرض جميع ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فتسأل ربنا ليه يا ربنا أنت جريت الشباب ده وسط الزول ده؟ إذا أنا قلت لك أنت عندك رأي في إن البيت تلبس بنطلون؟ كله زين. أنا شوف البيت هي طلعت من بيتهم كيف؟ لا أنت ما في رقيب عندها هناك في البيت. أيوة. صح؟ أنت بتسمح بكده، لكن بعد أنا تعتبرها فترة انتقالية. أنا شوف داير أقول لك حاجة، أنا مستعمل في الدعوة بتاعتي أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن شيخ اللمين أنا أكون صريح معك، أنا حاسي مع احترامي الشديد جدا لك إنه يعني أنت ما متعمق في الدين. ده حسيته من وين أنت؟ يعني أنا الآن يعني ألاحظ في بعض الآيات التي تستدل بها إنه يعني هناك أخطاء في يلا وريني لي عشان أنا أعرفها. وريني أنت ما متعمق في الدين. وريني لها أنت معلش يا سيد، أنت داير تنتقد ولا داير تعرف؟ أنا داير أنتقد وأعرف. يلا الانتقاد مش يكون بيفهم. نعم. لما أنت تقول لي غلطت في الآيات، أي آية أنا غلطت فيها؟ يعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأنا قلت شنو؟ البدي بتجر من هنا لأم درمان. أنا ملاحظ إنه قد تكون لأنه أنت بتتكلم أحيانا سريع. طيب. أو ما بتركز، ولكن يعني أنت ما متعمق في الدين. ماذا تقول حول هذا الاتهام؟ يلا أقول أنا حول هذا الاتهام. أحمد الله لي 3 كتب في الشريعة. نعم. وبدرس أنا علم الشريعة في المسيد. أنت دارس شنو؟ يا تدرس فيهم. يعني المجال اللي درسته أصلا أنا درسته وين؟ درست أول شيء في جامعة الملك عبد العزيز، درست إدارة أعمال. إدارة أعمال. ودرست الفقه عند مشايختنا في المنارة. بيجوا المشايخ وبيقعدوا معانا ودرسونا. وكان ما كده يا جماعة، ما في إنسان بيدرس 20 سنة وإنه يكون ما متفقه. 20 سنة. وإحنا بيجونا علماء لهم وضعهم ولهم مكانتهم كل جمعة. وبندرس العلوم. إنسان ما متفقه بيطلع له 3 كتب. كتب في كتاب في الصلاة، وكتاب في الطهارة، وكتاب في الحج. فعشان كده اقول لك، انا قلت لك متمنى كان يكون عندك باك جراوند عن شيخ اللمين على اساس انه تقدر تناقش. انا اتحدث معك بفهم الاتهامات. ايوه، لكن الاتهام انت لما تجيب اتهام وليس له نوع من الصحه، معقوله الالاف المتابعه شيخ اللمين دي كلها آلاف يعني المتابعه شيخ اللمين. كم تقدر عدد المريدين داخل وخارج السودان؟ كثير يعني ما حصرنا. ايوه، معقول الالاف دي كلها متابعه لها انسان لا يفهم في الدين شيء؟ وأن يهدي بك الله رجل خير لك من حمر النعم. هتضطراني تاني أشتغل بالتنوين نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أن يهدي بك الله رجل خير من حمر النعم. رجلا خير من حمر النعم. يلا ليه الناس ما عينت الكم الهائل الناس دخلوا الإسلام على يد الشيخ اللمين؟ ليه الناس ما عاينت إنه كيف إنه الشيخ اللمين قدر مشى دولة أوروبية وثبت فيها رجول رفع عليكم لا إله إلا الله؟ فقدرت أنا
دخلت لهم علم الشريعة. كيف؟ ذكرتهم به، ذكر إن الذكر تنفع المؤمن، ذكرتهم به، ذكر إن الذكر تنفع المؤمن، ذكرتهم به، ذكر إن الذكر تنفع المؤمن. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنا بدي المشاهد، أنا بدي المشاهد كلام، وهو المشاهد يحكم، ما بتحكم أنت. نعم. أنا الليلة فاتح بيتي بيجوا يصلوا فيه جماعة وفيه مسجد، جمعة وجماعة. أنا فاتح بيتي نفقة أكل وشراب 3 وجبات. أنا فاتح بيتي نفقة أكل وشراب 3 وجبات. أنا فاتح بيتي نفقة أكل وشراب 3 وجبات. مستندات ووثائق. اللي زعل شنو؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وسعى في خرابها. نعم. أيوة، وسعى في شنو؟ في خرابها. أنا من السهولة جدا أخلي الذكر، من السهولة جدا أمرق أخليه، لكن الآية 114 ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فهمت علي؟ أن يذكر فيها منه اسمه اللي هو اللي بقوله أنا الله الله، وبقى يزعج جماعتك ديل. كويس؟ وسعى في خرابها. كويس؟ وسعى في خرابها. كويس؟ وسعى في خرابها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عشان يقفلوا المسجد. أيوة. نعم. رفضوا شنو؟ أنا أقدم لك رفضوا شنو؟ رفضوا وجود هذه الزاوية وهذا المسجد اللي هي شنو؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله. نعم. أن يذكر فيها شنو؟ اسمه. نعم. إذا جاز لي وسعى في خرابها. نعم. وأنت